الشامي من فترة طلع دافع عن حماداته، بس شكله عجبته قصة الردح على السوشيال ميديا. الشامي فتح لايف من يومين وما كفته قصة اللايف، لا ونزل ستوريات كمان عم يحكي فيها عن العالم يلي عم تنتقده. ملخص اللايف هو الحملات اللي عم بتصير الإعلامية. حكى الشامي عن الكتاب المنقرضين، والله هو هيك سماهم، وقال انه هن عم يقولوا انه كلامه ما مفهوم. بس شو رد عليهم الشامي وقال لهم تقبرني انت، تقبرني يا خالته اتعلم عربي. وحكى انه في عالم بتقول عنه انه هو بيغني لعمر معين، وانتقد الصحافة اللي تبنت هذا الرأي وقال عنهم طبعا في بعض الصحافة والإعلام بيرتئوا نص متبنين هذا الرأي. قال الشامي انه هو شايف حاله عم يتحارب من عدة جهات، وقال بالحرف الواحد هلا عندي كتير قضايا لسه أحكي فيها، بس إن أهم وحدة قضية إنه حل عني، يعني حلوا عني يعني عموما. يا عبود يا حبيبي بدك تطول بالك. ليش؟ لأنه اللي بيكون مشهور بده يتقبل آراء وانتقادات وتعليقات الجمهور. بدكن للصراحة الشامي معه حق، يعني إذا ما طلع وفضفض لحماداته لمين بده يفضفض يعني؟ لك صحيح انتو حماداته للشامي مو على أساس قومتوا الدنيا لأنه فؤاد صور فيديو مع بيسان إسماعيل اعتبرتوا لي يا خاين؟ إليكن منزلين ستوري سوا، هذا الشامي حبيب قلبكن. وينكن؟ أنا ما جبت لكم شي من برات الطريقة، أنا شو كان صاير خبرتكن عنه، فمعناتها لا تزعلوا مني واستروا ما شفتوا مني. باي.